بقينا على السوشيال ميديا بالذات واليومين دول بالذات وصلنا انه انت تجوز بنتك الهواره وما تجوزهاش العربي، اتجوز بنتك العربي وما تجوزهاش اللي هواره. بقي الفيديو ديتي على السوشيال ميديا منتشر. يا ريت الناس اللي بتعمل الفيديوهات دي خاصه تقفل الصفحه دي تماما وما تخشش في عمليه القبائل والعائلات مع بعض. خلي الاحترام بين العائلات والود موجود. يا ريت الفيديوهات اللي زي دي ما تنتشرش عشان ما تولدش حقد وغل وكراهية بين الناس. عرب او هوارة في كلا الحالتين هم اخوات واولاد عم وحبايب ونسايب وفيهم كل الود والعلاقات، سواء ده مداش دي علاقات او حاجات ممتدة من العائلات او من جد للجدود. يا ريت ما نوصلش الإساءة لبعض بطريقة غير محترمة أو غير لائقة. يا ريت نحترم بعض ونقدر بعض مع احترامي لأي حد. بلاش الفيديوهات دي اللي هتخلي اختلاف بين عرب وهوارة يوسع. كل العائلات لها الاحترام وكل القبائل لها الاحترام. ما تخشش في حاجات شخصية عشان انت تطلع ترند على حساب عرب وهوارة. ما تخشش انت عشان تطلع صفحتك تضرب ارقام في متابعينك او في لايكاتك او في مشاهداتك على حساب هوارة وعرب. القبائل والعائلات لهم الاحترام والتقدير. ما تخربش علاقة ممدودة بين عرب وهوارة، ما تخربش احترام موجود بين عرب وهوارة، ما تخربش صلة، إذا كانت صلة دم أو صلة دين أو صلة ود ومحبة، عشان فيديو معاك يضرب ويطلع ياخد لك 200 300 ألف لايك أو متابعين على حساب عرب وهوارة. ما تخربش علاقات بين الجدود للجدود، عيب. عشان فيديو انت عاوز تعمله تقول انا ما جوزش بنت الهواري او هواري ما جوزش بنت العربي. دي احنا تعلمناها من ابائنا واجدادنا. الحاجات دي خط احمر او علاقة مقفولة. هنمشوا زي ما كان مشوا ابائنا واجدادنا، ما نخشوش في حاجات او في حاره سد احنا في غنى عنه. الود بين اتنين مسموح والحب بين اتنين مسموح، ولكن احنا بالشكل ده بنخلي صلة العلاقة تنقطع، نخلي صلة الدم تنقطع، نخلي عملية الحقد والكراهية تتولد أكتر في شبابني وأبنائني. يا تحياتي ليكم، يا رب تكون الصورة وصلت، وتحياتي ليكم.